باكل كل يوم بدنا نحضر شيز كيك. بعد ما دهناه هون بالزبدة حطينا عليه ورقة زبدة، رح نحطه على جنب ونكمل بقية الخطوات. هون عندي بسكوت الشاي، أي بسكوت شاي بتفضلوا نوعه. أنا عندي هون بسكوت سامي، فيكم بسكوت الدايجستيف، فيكم البسكوت اللي بتفضلوه. طبعا بعد ما طحنتهم قستهم بكوب المقاس هاد، 3 أكواب طلعوا من هذا المقاس. بنفس الكوب هون رح أضيف زبدة مذابة. هلا هون بدي احرك ليتغلف كل الزبدة بالبسكوت. هلا بعد ما غلفناه بالزبدة رح اضيفه هون هيك بهالشكل. هيك هلا رح اجيب كوب اضغطه هيك بهالطريقة حتى اتأكد اتماسك البسكوت منيح مع الزبدة. هلا اذا كان عندكن هالمقاس هاد بكفي 3 أكواب بسكوت مثل ما ذكرنا. إذا كان أكبر أو أصغر أنتو تحكموا بالكمية. يومي أنا من عشاق كيك. هلا هيك بعد ما كبسناه رح نتركه بالثلاجة لمدة ساعة. هلا بدنا نحضر طبق البيضة. لا ماما أنت لا تلقي العلبة عشان ما تجرح إيدك. هاتي أنا كهطة. رح نزل هون علبة قشطة كاملة. هون 400 جرام من جبنة السهول، كمان رح نزل العبوة كاملة. هون مغلف من الكريمة، كريمة شانتي، رح نزل المغلف كامل. كمان هون عنا مغلف من الفانيلا. هون معلقتين من بودرة ماما، استنى دقيقة لنشرح لك. عندي معلقتين من بودرة الجيلاتين. هون عندي 3 معالق سكر، طبعا معلقة الطعام هي نفسها اللي عم نستخدمها. اول شي رح احرك المكونات. صارت مني أصلا. اخر شي رح اضيف ربع كوب من الحليب. فأنا الطبق البيضة ب5 دقايق. هلا رح ننزلها بعد ما هذا خليناه ساعة تقريبا بالثلاجة. هلا رح ننزل الطبقة البيضة. هات بقى يلا صار دوري. كمان نفردها بطريقة متساوية. أنا حطينا الطبق البيضة، رح نحطه بالثلاجة لمدة ساعتين. هلا بدنا نحضر صوص الفراخ. هلا لصوص الفريز هون عندي طنجرة رح اضيف كوبين من الفريز المقطع. هاي عنا هون كوبين، هاي الكوب الثاني. رح نضيف عليهم 4 معالق طعام سكر. هلا ناخذهم على النار. شغلت النار على حرارة هادية. تشوفوا كيف اول شيء انا خليته شي مدة ربع ساعة شوي يدوب السكر على الفريز، بعدين شغلت النار على حرارة هادية. لازم تكون النار هادية حتى ما يلزق السكر بقاع الطنجرة. مثل ما شايفين هيك هلا هو بيغلي. رح خليه على نار هادية لشوفها بلشت تستوي حبة الفريز. بعد ما يغلوا 10 دقايق رح اهرسهم هيك بهالطريقة بالشوكة، او عندكم بلندر خلاط، بس انا بدي الحبة تضل مبينة، ما بدي اهرسها على الاخر. اذا بتحبوا الحبة مهروسة فيكم تخلطوها بالخلاط وبعدين تطبقوها على النار. هلا هون رح احط معلقة ليمون فريش، معلقة طعام، اتركه يغلي غلوتين وبعدين بطفي عليه بتركه على جنب يبرد.